السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وهنا. النهاردة هنعمل مع بعض أصابع التمر بالسمسم. يلا تعالوا نشوف المقادير مع بعض. عندنا هنا 2 بيض وفانيليا 3/4 زبدة. ماشي. عندنا هنا نص كوباية لبن بودرة أو ربع كوباية، تلاتة إلا ربع دقيق، ومعانا بيكنج باودر وفانيليا ورشة ملح. خلاص، ونسيت أقول لكم في نص كوباية سكر. والتلاتة إلا ربع دقيق دول أنا شايلة منهم، يعني شايلة منهم معلقتين وحاطة بدلهم معلقتين نشا. هما في المجمل 3 إلا ربع بمعلقتين النشا. حطيت الدقيق نخلته كده في الأول زي ما انتوا شايفين، وجبت الخلاط وحطيت المواد السائلة كلها. خلاص. ورحت طبعا وحطيت سكر مع بيض. وضربتهم مع بعض مع السمنة والزيت اللي هما 3/4 كوباية، أو الزبدة والزيت. وجبت اللبن البودرة وحطيته على الدقيق وقلبت كده. خلاص، وجبت بقى الخليط بتاعي ده اللي هو السايل وحطيته في البولة اهو، ونزلت بالدقيق مع نص معلقة صغيرة بيكنج باودر والفانيليا واللبن البودرة اللي هو ربع كوباية. قلبت المكونات كلها على بعضها لحد ما عملت لي العجينة اللي انتوا شايفينها دي. خلاص. هسيبها شوية كده مع نفسها واجيب العجوة، احط عليها حبة زيت كده حوالي معلقتين او 3، وابتدي ادعكهم بالزيت. خلاص، عشان بس لما اجي اشكلها تبقى سهلة عليا في الفرد. زي ما انتوا شايفين اهو، بعجنها كده مع الزيت. ممكن في سمنة لو حابين، وممكن تحطوا على العجوة دي قرفة لو انتوا عايزين او سمسم، بس انا استكفيت بالقرفة، بس محدش بيحب القرفة قوي. جبت الصابع كده وابتديت ان انا زي ما انتوا شايفين ايه اصبعها كده. خلاص. خلصت الكمية كلها طبعا، عملتها زي صوابع كده على البلانشة اهو، بتتشكل بمنتهى السهولة. خلاص. وهنا بوريكم ان انا ايه دول كنت مشكلاهم من ورا الكاميرا، هوريكم بقى هنا. جبت من العجينة وابتديت اقطعها كده واساوي حتة كده صغيرة، وابتديت ان انا اقطعها واساويها من الجوانب كلها. خلاص اهو، فوق وتحت وشمال ويمين. وحطيت حتة العجوة على قد حتة العجينة، وابتديت ان انا الفها. خلاص، واظبطها كده. وفي سمسم محطوط عليه مية وحبة عسل كده نحل، ميه بسيط كده يعني. وابتديت ان انا اغمز العجينه في السمسم. جبت حته عجينه تانية، نفس القصه اهو فردتها. وهساويها طبعا زي ما قلت لكم، نساوي بس الاطراف اللي مش مظبوطه دي خالص اهو. وبعدين احط العجوه على قد قطعه العجينه وابتدي الف اهو، واشيل الزوايد بقى لو في اي زوايد كده ولا حاجه اشيلها، وافضل ابرم فيها. وبرضو في السمسم وابتدي احطها واملاها سمسم. التالتة برضو نفس الحكاية اهو. تشكيلها سهل جدا على فكرة، مش مفيهوش اي صعوبة. اهم حاجة بس اسوي العجينة. ايوه اهو، ابتديت حطيت العجوة ولفيت. والعجينة ما بالغش فيها انها تبقى كبيرة، عايزينها تبقى على قد قرص يعني على قد حتة العجوية اللي احنا حاطينها. خلاص، عشان ما تبقاش تخينة قوي معانا في اللف. وفي السمسم غمستها زي ما انتوا شايفين، واحطها بقى في صواني مش مدهونة طبعا اي حاجة هي مش محتاجة اهو. ده شكلها. ودخلتها على فرن حوالي 200 تاخد لون من تحت وبعدين اخدت لون من فوق. وادي شكلها النهائي. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش تسيبولي تعليق حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.